في قديم الزمان، منذ أكثر من 2500 عام، أرسل الملك الفارسي قمبيز الثاني جيشاً مكوناً من 50,000 جندي للسير عبر الصحراء نحو واحة سيوة في مصر بهدف غزوها. تحرك الجيش وسط الرمال الحارقة، لكن بعد فترة اختفى تماماً. لم يعد منهم أحد، لم يعثر على جثة واحدة، ولا سلاح، ولا حتى أثر. يقول البعض إن عاصفة رملية قوية دفنتهم أحياء، ويقول آخرون إن لعنة الفراعنة هي التي محتهم من الوجود. ولكن حتى اليوم لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة. هل بلعتهم الصحراء؟ أم أن هناك سراً أعظم لا يعرفه أحد؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من القصص الغامضة والمثيرة.